Hi, everybody. How are you? I hope you're doing well wherever you are. All my Sudanese people, I miss you. I love you. All of you. I hope you guys are doing great. I hope that there will be peace in our country very soon, where we could all unite like 2011. I hope there will be peace, that we could all be together again. So أنا في بس حاجة بسيطة كده أقدر أشارككم معكم الليلة. بصراحة حاجة كده أنا حاسة بالذنب جدا. لأول مرة في حياتي أحس بحاسة الذنب بطريقة لا توصف. أنا جيت يا دوبك هسه حاليا من الكرامة. وأبونا بصراحة خلتني فتح نظري في حاجة معين، وحبيت أشاركه معاكم فيه وكده. يا جماعة، نحن مجتمع جميل جدا، نحن مجتمع عظيم جدا، نحن جنوبيين. يعني لو في حاجة حصل نحن كله مع بعض بنجو، لكن في حاجات بسيطة نحن ما خاتين بالنا عليه خالص، وده الحاجات اللي ممكن يكون مبوظنا كبشر. فعشان كده نقدر أشاركه معاكم وأشوف إنه how I felt and share that with you guys. يا أخوانا، نحن عندنا أخواتنا وأخواننا يعني جو هنا عشان نصلح حياتهم، والحياة ما طلعت زي ما هي. يعني عندنا هنا في الدياسبرا الناس اللي عارفين انه مثلا لو جيت برا تجي تصلح حياتك وكل شيء، لكن ما سهل لبعض وما سهل لناس تانيين. يعني هنا انت بتجي وتحاول انه مثلا تجيب على رجلينك، لكن مرات الحياة ما بيمشي معاك زي ما هي. يعني البيبان لو قفلت في وشك في بلد ده صعب جدا انه تقوم. فعشان كده انه بعض من اخواننا واخواتنا لو وقعوا ما بيقوموا تاني، وعشان تقوم في البلد ده صعب جدا. لازم تكون عندك سبورت، لازم تكون عندك مجتمع بيفهمك، لازم تكون عندك مجتمع يعني بيحس بيك وبيحس بمشاكلك وكده. لكن احنا بقينا ما بنعمل كده. يعني عندنا اخواننا واخواتنا بصراحة وقعوا في الحياة لظروف مشاكلهم اللي حصل لهم والحاجات اللي حصل في حياتهم، والسيستم اللي في البلد ده برضه ما بيشجع. فعشان لو وقعت صعب جدا عشان تقوم، فبعض بيقوموا وبعضهم ما بيقوموا تاني. فديل لما نيجوا في مناسبات ولا لما نيجوا في أماكن نحن فيه، نحن بنحسسهم بتحميش. نحن يعني نحن بنتعامل معاهم كناس فشلانين، بنتعامل معاهم كناس بقى ما عندهم قيمة. لكن بالعكس والله، يعني احنا وجاجنا من غير ما نعرف انه هم قصة حياتهم شنو، ولا ايه اللي خلاهم اساسا يوصلوا للمرحلة دي. كويس، لانه في مراحل جدا انه زول ممكن يوصل ليه لحد ما ممكن يوصل لحالة نفسية، وممكن بعد كده ذاته يكون mental issue ده انه ممكن يعني صعب جدا بعد كده to fix it. وفي ناس بيعرفوا انه يتعاملوا معه مع المشاكل دي، وفي ناس ما بيعرفوا يتعاملوا مع المشاكل دي. فنحن بقينا يعني we push them away، ونحن ما يعني ما بنتكلم معاهم، ما بنعرف ذاته قصة حياتهم شنو وكده. فعشان كده أنا حسيت بالذنب الليلة بالمناسبة. حسيت بالذنب لأنه ده زول اللي أنا كنت بشوفه وبعرفه، لكن أنا عمري ولا زورته ولا اتكلمت معه خالص. رغم إنه إنسان، يعني إنسان بصراحة أنا ممكن أفتخر به، يعني لأنه إنسان very smart very intelligent، إنسان مثالي، وإنسان يعني اجتماعي جدا بصراحة. لكن أنا ما كنت عارف ده لو عمري ما اتكلمت معه خالص. كويس، فعشان كده لفت لكم النظر يا جماعة إنه أخواني ديل وأخواتي ديل الحياة مرمطهم. هما ما يختاروا يعيشوا حياتهم بالطريقة دي. هما في حاجة حصلت لهم فوق طاقتهم، قدروا إنه ما هنا ما يتعاملوا معه وكده، وبعد كده وصلوا لهذه الدرجة. فأتمنى إن إحنا نكون شعب زي ما كنا لما كنا في مصر ولما كنا في السودان. يعني بيت الأسرة بالذات بيكون مفتوح. يعني حتى في الحلة لو في شباب هنا الأسرة بيعملوا غدا، والشباب بيجوا والناس بيجوا بيتكلموا وبتونسوا. يعني بيكون في سلسلة بيربط الناس مع بعض. هم ذاته بيلقوا فرصة إنه يفضفضوا وكده. لكن حسي بقى صعب، الشباب ذاته صعب جدا جدا يمشوا بيت الأسرة، لأنه الزول خايف إنه يمشي يتحموا أنت شلت مرتي ولا أنت بوظت راس مرتي. فالشباب ذاته بقى قاعدين يخافوا يمشوا بيوت الأسر.
الحاجة تاني كمان إنه لما كنا قاعدين في مصر في شهور اجتماعية في الكوميونتي، الزول اللي ممكن يمشي لناس يزور، لو في شاب عيان ولا لو في ناس يعني عندهم مشاكل بيزوروهم وكده. فكده كان في ترابط، الناس بيحسوا انه في زول في باب انت ممكن تخبطه لو انت داير مساعدة. لكن هسه حاليا بقينا كل زول قاعد في مكانه. غير كده كمان الزول اللي عنده غيمة بيخجل انه ذاته يجي كوميونتي لانه خايف عشان يجي يعمل وجاج. فعشان كده يا جماعة كده خلينا نكون الشعب اللي احنا كنا شعب لطوف، شعب سموح، ان الشعب غير كده كمان قلبنا كان واسع كويس. يعني لو شفت ولد عمك ولد خالتك حتى انسان ساكن من الكوميونتي بتاعك، يعني بتستمع وبتديه احترام وبتديه قيمة، لانه انت بتكون عارفه انه هو منو ولد منو. فان شاء الله نحن نرجع لده. لو انت قاعد في مكانك نرجع لغدوات ونعزموا بعض ونتونس مع بعض ونستمع لبعض. لقد يجوز ان احنا ما حنحل المشاكل دي كلها، لكن ابسط حاجة نحن ممكن نعملها كشعب انه احنا نوصل لبعض. يكون في طرق بيوصلنا لبعض، ان احنا نقدر نستمع لبعض instead of us judging each other. يعني last year كان في كرامة برضو أنا مشيت فيه وأختنا ماتت من الكحول وكده. إنسانة ناجحة جدا، لكن دخلت في مرمطة بتاع السيستم بتاع البلد ده، ما قدرت تستحمل. أنا عارفة إنه الفيديو طويل، لكن whoever is gonna listen to this video ولقيت الفرصة إنه تستمع ليه للآخر، فعليك الله حاول نحن نرجع لبعض، نرجع لطريقة نحن كنا بيه كشعب. الشعب اللي بيستمع لبعض، الشعب اللي كان بيحب بعض، الشعب اللي كان بيفتح بابه. يعني احنا كنا في مصر اي باب كان مفتوح، تمشي بيت اخوك بالليل بالنهار وبتحس نفسك انه انت you are welcome. ان شاء الله نحن نرجع لدي تاني. فاتمنى لكم ويكند سعيد جدا، وربنا يجيب السلام في قلوبنا وفي حياتنا وفي بيوتنا وفي بلدنا الحبيب ان شاء الله باذن الله. Have a great evening.